السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عمرو سميري من قناة ذا كينج. النهاردة هنشرح فيديو جديد عن الإكسل، هنعرف فيه ازاي نجمع بدون استخدام دوال، وبرضو ازاي نجمع باستخدام دالة صم. أول حاجة لازم نفتح الإكسل، ممكن نفتحه من قائمة ستارت، بس أنا بفضل دايما بدل ما نفتح الحاجة اللي احنا عايزينها من قائمة ستارت ممكن نعمل ضغطة باليمين على سطح المكتب، نختار نيو، وبعدين نختار إكسل، مايكروسوفت إكسل. طبعا خلاص جاب لنا ورقة العمل اللي احنا هنشتغل عليها. نفتح عادي. ممكن ان احنا نكبر الخط الاول قبل ما نعمل اي حاجه كده، نكبر الخط نحدد كله من هنا. انا هكبر الخط طبعا عشان يبقى واضح ليكم. ممكن نخليه مثلا 22 ونخليه بولد. تمام. ممكن نكتب مثلا هنا الاسماء، احمد، محمد، اي اسماء. تمام. لو احنا شايفين ان الاسم عدى الخط فبنضغط هنا ضغطتين بيظبط الحاجه على حجم الخط بالظبط. احنا ممكن نضغط هنا ونختار ان احنا عايزين حاجه في المنتصف عشان الاسم يظهر في النص. طبعا ممكن هنا نكتب اسماء المواد، طبعا عشان يظهر برضه الاسم بدل ما نقعد نحدد كل واحدة. لو ضغطتين على هنا ممكن نحددهم كلهم كده، ونضغط على أي واحدة فيهم في النص هنا فبيروح الخلية اوريدي بتاخد نفس حجم الكتابة. تمام. احنا ممكن ندي درجات عشوائية مثلا من 100، ممكن هنا 90، 80، 89 مثلا. طبعا هو ده عشان الشرح بس مش أكتر، مش شرط يعني يكون حاجة حقيقية. تمام. مثلا هنا هنعمل المجموع بدون استخدام دوال. تمام. وهنا المجموع بالدالة صم. طبعا انت هنا هتكتب المجموع بس مش محتاج تعمل كده، انا بس كاتب المجموع بدون استخدام دوال والمجموع بالدالة صم عشان بس اوريكم الفرق ما بينهم. احنا هنا بنيجي في الخلية ديت نضغط ضغطتين عشان نقف نكتب فيها، نكتب علامة يساوي. ممكن من غير ما تستعمل اي دالة هتحدد الخلية اللي انت عايز تجمعها، مثلا الخلية الاولانية، وبعدين تعمل زائد الخلية التانية، بعدين زائد الخلية التالتة. اي خلية عايز تجمعها بتحطها. خلصت كل الخلايا اضغط انتر، كده جاب لك المجموعة خلاص. عشان نطبق نفس الكلام ده على كل الخلايا اللي تحت بنيجي نحدد الخلايا ديت ونقف على طرف الخلية، سواء الاكسل اللي عندك عربي ولا انجليزي. طبعا انا منزل النسخة العربي فبيظهر عندي كتابة من اليمين للشمال. انت لو انت منزل النسخة الانجليزي بتيجي عندك الورقة من الشمال لليمين. تمام. فبتيجي على الخلية من تحت من هنا، تقف على الخلية كده، تقف هنا بيجيب لك علامة زائد، تحدد، تضغط عليها واسحب لتحت. طبعا جمع لك كل الخلايا ديت. هنا تلاقي جمع الاربع دولت مجموعهم هنا، الاربع خلايا دولت حط لك مجموعهم هنا، الاربع خلايا دولت حط مجموعهم هنا. نيجي بقى نستخدم الدالة صم. صم طبعا اسهل شوية في ان احنا مش بنحدد خلية خلية، احنا ممكن نحدد مجموعة خلايا. فاحنا بنضغط يساوي وبنكتب اس يو ام. طبعا بيظهر لنا الدالة هي اول حاجة، ضغطتين عليها فتح قوس اوريدي. بس خد الخلايا اللي انت عايز تحديد كده، اضغط واسحب. كده ضغطنا من اول الخلية B2
حد E2 ان خلية B2 حد الخلية E2 تمام. بس خلاص كده نضغط انتر. طبعا جمع لنا الاربع خلايا اللي احنا حددناهم. نفس الكلام لما نحب نطبقهم على تحت نقف هنا ونسحب لتحت هتلاقي نفس المجموعة نفس كل حاجة. طبعا الاسهل ان احنا نحفظ مثلا اسماء الدوال هتسهل علينا كتير، يعني الدالة صم هتسهل علينا كتير، خصوصا ان احنا عايزين نجمع عدد كبير من الخلايا بدل ما نكتب مثلا خلية A1 A2 A3 لحد مثلا A10. فالدالة صم هتبقى هنحدد بس اللي احنا عايزين نجمعه سواء كان في نفس السطر او ممكن نجمع كل الكلام ده. يعني ممكن نضغط هنا يساوي SUM نختار الخلية، اختار اي عدد خلايا انت عايزه، مثلا اختار دول كلهم اضغط انتر جاب مجموعهم كلهم. طبعا صم اسهل كتير في انك بتختار الخلايا اللي انت عايزها بالسحب والافلات عادي، اللي هو بتسحب تحدد ويسحب بس تحديد وسحب اسف تمام. بس هو ده موضوع النهارده واتمنى يكون الموضوع يفكه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.